من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. راح نتعلم إن شاء الله اليوم شلون نكتب رقعة استغاثة بالإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف من هذا الكتاب، وهو من سلسلة مصادر بحار الأنوار. نروح حق الصفحة 523. يقول لي رقعة الاستغاثة إلى الله تعالى في الشدائد. يكتب فاتحة الكتاب وآية الكرسي، ويكتب من العبد الذليل إلى المولى الجليل الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وسلام على آل ياسين محمد وعلي والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن وحجتك ربي على خلقك. اللهم إني أشهدك بأني أشهد أنك الله إلهي وإله الأولين والآخرين، لا إله غيرك. أتوجه إليك بحق هذه الأسماء التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، لما صليت عليهم أجمعين وهونت علي خروج روحي، وكنت قبل ذلك غوثا وغياثا ومجيرا ممن أراد أن يفرط علي ويطغى، وتجعل الرقعة في كتلة طين، وتقرأ سورة ياسين، وترمى في عين أو بئر أو بحر. قضى الله حوائجكم كلها إن شاء الله تعالى بحق صاحب الأمر عليه السلام. لا تنسون الاشتراك في قناة خادمكم أحمد مصطفى يعقوب على اليوتيوب من أجل المزيد من المقاطع المفيدة لكم بإذن الله تعالى. دعمونا بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونسألكم الدعاء.